السلام عليكم. أنا فيديو النهاردة مختلف شوية. ليه الفيديو ده أنا جايبه؟ مع إن أنا مبحبش موضوع فيديو إن أنا أجيبه وآكل قدام الناس، يعني لأن إحنا اتعلمنا من صغرنا إن الأكل عورة. أنا جايب بس عشان في ناس تقول لك الجعانين انتوا بعد ما جوعتوا طالعين تقولوا معرفش ايه وتشتكوا. لا يا بابا، لا يا طنط، لا يا خالو، مصر إن شاء الله محدش هيجوع فيها أبدا، وما جوعناش والله ولا حاجة. احنا بس بنتكلم عن ان الاسعار زادت عن الحد يعني، لكن الشعب المصري الحمد لله مستور، وربنا هو اللي ستره وربنا هو اللي حافظه. ولا حد هيقدر يدمر الشعب المصري، ولا هيدمر مصر، ولا حد هيجوع ان شاء الله في مصر ابدا. وان كان على الغلاء والحاجات دي كلها ازمة عالمية بعد الحرب بين قطران وزفت، الدنيا اتقلبت مليون ب100. لكن اللي بيدخل يعلق تعليقات سخيفة على الفيديوهات اللي فاتت ويقول لك بعد ما جوعت جوعنا ايه؟ لا يا روح طنط، ما جوعناش الحمد لله، ومش هنجوع ابدا، ولا المصريين هيجوعوا ان شاء الله باذن الله. لان ربنا هو اللي حارس مصر، ربنا هو اللي حافظ مصر، وربنا هو اللي بيرزق اهل مصر. خلاص. فاحنا لما نطلع نقول فيديوهات على الغلاء، مش معنى كده ان احنا جوعنا بقى وقاعدين نعيط ورابطين بطننا بالحبل والكلام ده. انتوا اتجاهاتكم معروفة. انتوا يعني انا مش فاهم اقول ايه والله، مش عايزة يعني مش وقته. فانتوا معروفين، ومعروف ايه هدفكم، ومعروف ايه. وانتوا قسما بالله لو الرئيس السيسي مشي وجه 50 رئيس غيره، والله العظيم نفس اللي بتقولوه نفس اللي بيحصل هو مش هيتغير. لان انتوا زي ما بقول لك شوية متخلفين وجهلة، وما عندكمش انتماء للوطن، ولا حب الوطن، ولا حب مصر، ولا لا، انتوا عندكم حب لحاجة واحدة بس، وانتماء لحاجة واحدة. فانا بس جايب الفيديو عشان انا بوريك اهوت. خلاص، انا مش من اغنياء مصر، ولا من حرامية مصر، ولا من غيره، لا ابدا. صحيح انا بقالي اسبوعين ثلاثة يعني عشان اجيب البيضتين دول واجيب وحتة الفطيرة دي. العسل النحل ده بيبقى كده يعني، وكمان شوية ملح بفلفل يا جماعة اهو، عشان مع البيض بيبقى جميل جدا. خلاص. فاحنا ان شاء الله مش هنجوع ابدا، ولا مصر هتجوع، ولا وانتوا يا بتوع التعليقات السخيفة زي ما قلت عندكم قنوات سبوبة رهيبة دلوقتي عاملينها عشان يدخلوا البلهاء عليهم وبيكسبوهم ذهب، وفي الاخر قسما بالله هم عايشين زي الفل، ولا في دماغهم فقراء مصر، ولا في دماغهم اسلام، ولا في دماغهم الكلام ده. خلاص. فانت عايز تدخل تشتم يا حبيبي او تقول كلمة ملهاش لازمة، روح القنوات دي وقول براحتك، ما بيمنعوش يعني، بالعكس ده بيفرحوا بيك. خلاص. واحنا بنقول دي أزمة عالمية على الكل. لكن لما لقيت ان الاسعار فعلا زادت عن حد، والناس بتشتكي جامد فعلا، وفعلا ليهم حق يشتكوا غير الاول. لان في ناس في الاول كانت عايشة كويس ومبسوطة وتمام والدنيا حلوة معاها وتقعد تشتكي برضه. بس لكن لما لقيت فعلا الاسعار زادت عندها، وان الحكومه فعلا مقصره تماما في محاربه غلاء الاسعار الفاحش ده، لان الحكومه عارفه عندها كل الاسماء والله، وكل التجار الكبار، وكل الناس اللي بترفع في الاسعار، وفي كل الناس. فما ينفعش يعني، ما ينفعش. فانا جيت قلت اعمل فيديوهات لكده، لان انا ما ينفعش اشوف الناس حواليا بتعاني فعلا بالفعل بجد يعني، لان الاسعار بقت صعبه جدا يا جماعه والله. يعني البيضة دلوقتي بقت ب4 جنيه وربع باين، ولا 4 جنيه و30 قرش، ولا حاجة زي كده. يعني حاجة خيال يعني. بس وربنا المستعان. واحنا بنتكلم يعني بالعقل كده وبالمنطق، ونتكلم بأدب وباحترام. لأن أنت زي ما قلت أنت عامل لي فيها مسلم، وأنت بقى المسلم وأنت بقى اللي قائم على الإسلام، وأنت الغيور على الإسلام، وأنت اللي بتدافع عن الإسلام وعن الفقراء في مصر، وانت اساسا بعيد تماما عن اخلاق الاسلام، وعن اخلاق الرسول، وعن مبادئ الاسلام. خلاص. لانك لما تشتم بالفاظ سيئة، الفاظ مش عايز اقول بس لفظ يعني، يبقى انت مسلم ازاي يعني؟ المسلم ازاي؟ قلت المسلم ليس بشتام ولا لعان. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
وما تقوليش لا ده دول يستاهلوا، اقول لا، ما فيش حاجه اسمها يستاهلوا. وبعد كده اللي هيحاسب العباد رب العباد قلنا. خلاص. انت عايز تنتقد ماشي، قول وقول كذا وقول ما اعرفش ايه وبتاع، زي ما قلت قبل كده. فان شاء الله احنا بقى الفيديو ده رد على الاستاذ اللي علق وقال لك انتوا لما جعتوا بداتوا تتكلموا. لا يا حبيبي، والله الحمد لله مش هنجوع ابدا باذن الله، ومستورين وناكلها بالدقه زي ما بيقولوا كده. بس المهم بلدنا تفضل زي ما هي في امن وامان، وتفضل كويسه يعني. فربنا المستعان، وربنا يعدي الأزمة دي على خير، وإن ترجع الأمور كويسة لطبيعتها. والدولة بتحاول. أنا مش بطبل زي ما الواحد أهبل يدخل يقول لك طبل طبل. أطبل ليه؟ خير. هو السيسي ده قريب يعني أخويا ولا ابن عمي ولا ابن خالي ولا من بلدي حتى؟ ولا هو من بلدي طبعا، ده من مصر، هو مصري وأنا مصري الحمد لله يعني. بس قصدي يعني مش هل بيبعت لي كل شهر زي ما قلت مبلغ مثلا من المال، وبيبعت لي كل لحمه وفراخ وكذا وكذا؟ يعني اطبل ليه؟ عايز افهم. انا ما بطبلش لحد ولا يهمني اي رئيس والله. انا اللي يهمني مصر وطني بس. وشايف الرئيس ده كويس بقول، شايف الرئيس ده كده وفي تقصير في حاجه بقول. لكن انا اللي يهمني مصر بلدي وطني. عشان انتوا بتتضايقوا قوي من كلمه وطني. لا، دي وطني. أنا اتولدت في مصر وعشت فيها وتربيت وتعلمت في مدارسها وتعلمت في جامعاتها. هي دي بلدي. أعشقها وأعشق ترابها. أنت مش عاجبك زي ما قلت غور في داهية. الدول كتيرة والأماكن كتيرة، أو الحبايب اللي أنت تبعهم ياخدوك عندهم في تركيا أو في هنا ولا هنا وهنا في الحتت دي يعني. عايشين هناك عيشة فخفخينة هناك. فده اللي انا بقصده يعني. ان شاء الله مصر مش ما فيش حد هيجوع فيها، وما فيش حد جعان في مصر الحمد لله، ولا الكلام ده. ان شاء الله يعني باذن الله. خلاص. والى ان نلتقي في فيديو اخر، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.